السلام عليكم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يلا، انا بقالي كتير بقى موقفتش في المطبخ، فقلت اشارككم بقى، وبناء على طلب ست الحبايب يا حبيبة بتقولي اطلعي كده ورينا غسيل المواعين. قلت لها حاضر عينيا، هعمل لك فيديو مخصوص بغسيل المواعين. عايزه اقول لكم يا جماعه، الليفه دي بجد وهميه وهميه. فاكرين انتوا سلك المواعين بتاع زمان، الحاجه اللي هي بتلمع الالمونيا بتاع زمان، لحد دلوقتي في ناس كتير متمسكين بسلك المواعين ده ويصدي ويعمل. بصوا بقى، الليف دي فظيعه، نفس فكره سلك المواعين. بصوا انا من كتر ما انا مدمناها بجمع الوانها فظيعه. لا، وغير كده كمان هي عملية جدا والله. الليفة دي فعلا اختراع يا كوتش، خطيرة خطيرة بجد. لا، حلوة جدا جدا جدا، نفس فكرة سلك المواعين القديم ده بتاع جداتنا. وتمسكهم في ان بصوا حتى الصينية دي، يعني هي مش محتاجة دعك كتير والله ولا حاجة. بصوا بقى، صحيح المصفى دي يا جماعة، المصفى دي اختراع يا كوتش برضو. دي بقى بحط فيها، بغسل فيها الرز اللي هو الخروم اللي هي الموجودة دي، بقى بصفي الرز كويس اوي، اقوم حطاها على طرف الحوض كده. فبتنزل كل نقطة مية حرفيا بعد غسيل الرز، بيبقى كأنه منزلاه من الكيس. فظيعة، انا جايبة منها كذا حاجة لان انا بحتاجها في خضرة المحشي، وانا بعمل المحشي بحتاجها في غسيل الرز، وانا بعمل برضو المحشي. فجايبة منها 2. المهم بقى يا جماعة، الواحد بقاله فترة طويلة بقى ما وقفش في المطبخ بعد موضوع التعب ده، الحمد لله. بس ايه، قلت بقى اطلع ادردش معاكم كده وانا بغسل المواعين، واقول لكم ايه رأيكم بقى في فكرة تغيير محتوى القناة. يعني أنا قلت برضو عشان ما تملوش بقى برفانات برفانات، ما احنا برضو بتوع مطبخ يعني، مش كله برفانات برفانات. فالمهم يعني، فطبعا انا بعد ما عملت بقى خلطة الثوم، المطبخ كان محتاج يعني ترويقة كده. هو الحمد لله دايما عشان برضو ايدي فيه، حتى لو تعبانة والله، يعني الواحد بيلاقي نفسه كده ايه، زي ما تكون حاجة بتبقى بتقرص فيه كده طول ما الحاجة جنبه مش متروقة او مش نظيفة. فحتى يعني ايه، بعمل على قد يعني. المهم بقى، ما علينا يعني. قعدت بقى اغسل المواعين، واديله ادي اديله ادي اديله ادي المهم ايه، مش عارفه المواعين دي ما بتخلص. لا، المواعين فعلا ما بتخلص وكده. فقلت بقى ايه، اخلص المواعين كده في السريع، هم ما كانوش كتير يعني، ومطرح خلطة الثوم اللي انا بحبها دي. فقلت اخلص المواعين وبعدين اكمل على المطبخ. بصوا السكينة بتاعت الكبة دي يا جماعة، خدوا بالكم منها، لان انا والله العظيم اول ما جبتها كان ليا معاها موقف كده، يعني يكفينا الشر، مش لطيف خالص. وقعدت والله فترة بخاف اطلعها الحيط. بصوا انا بقى من بره كده بتعامل لان انا كنت بحطها مرة اول ما جت وكانت جديدة. وبغبائي انا بتعامل كأن انا بتعامل مع معلقة مثلا، ولا يعني اي حاجة كده في المطبخ خفيفة. فلقيت ان انا والله العظيم فجأة كده، فجأة هي الكبة دي ايديا يعني كانوا صباعين كده جنب بعض، كانوا متبهدلين، ما كنتش عارفة اعمل حاجة في المطبخ، كنت عاملة زي المشلولة بقى بعدها. لا عارفة اعمل اكل ولا اغسل مواعين. وطبعا مهما البس في جلافزات برضو المية بتخش سبحان الله في صوابعي، فما كنتش عارفة اتعامل نهائي. فالكبة دي يعني لازم تخلوا بالكم منها جدا، خصوصا كمان الكبة اللي هي بتلات سكاكين دي، اللي هي بتبقى 3 ادوار كده سكاكين، عشان خاطر لو بتعملوا فيها لحمة ولا حاجة. برضو خلوا بالكم منها جامد قوي. يعني الكلام ده بقى سواء لعرايس او ستات بيوت قدام. لا سبحان الله، هو ساعة القضاء بيعمل بصر، الحمد لله يعني. وبعدين عايزه اقول لكم التعويره بتاعتها بتبقى فظيعه، الواحد قاعد ينزل الدم بقى يعني لما قال يا بس الحمد لله. المهم بقى يا جماعه، فاحنا
بنغسل المواعين، وادي الكبة هي اللي هي تعبتني طول الطوم، بس جميلة وبتنجز معايا بصراحة، وكبيرة كمان. آه وما شاء الله برضو بتقعد. وعايزة اقول لكم برضو ان هي فيها يعني 3 حاجات: الكبة، وبعمل بضرب بيها برضو، في ليها مضرب البيض، والهاند بلندر اللي هو لا غنى عنه يعني. ايد الهاند بلندر دي اللي انا كنت بحطها فيها، وهي بحطها في الجهاز نفسه في الكبة نفسها وانا بشغلها. وممكن تفصليها، هبقى اوريكم برضو، اعمل لكم فيديو عليها. ممكن بقى تفصلوا الهاند بلندر ده وتحطوا فيها بقى السلاح بتاع الهاند بلندر، وتصلصوا بقى بيها الصلصة وكده. ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو بالصلصة، ان احنا نخزنها يعني. وطبعا سهل قوي الموضوع. الاول كنا بنضرب في الخلاط مش عارفه ايه، لا احنا بنصلصها بقى ونقشر الطماطم، وهي في الحله كده، وهي في حلتها بالهاند بلندر، هتفرمها فرم مش طبيعي يعني. المهم بقى بغسل الحوض الجميل ده، اللي هو يعني وانا بوضب الشقه، مش عارفه انا كانت دماغي فين. الحوض صغير قوي، بس انا بقى بناء على انا كنت بقى بتفرج على برامج الطبخ، شريف مدكور والشيف شربيني، اول بقى ما الواحد اتجوز يا جماعة، ده الكلام ده بقى من حوالي 20 سنة كده. فلقيت بقى الحوض الصغيرة السمباتيك الحلوة الكنز دي. ما اعرفش بقى ان الحوض ده اهو، بصوا بقى انا كده ايه، غسلته ونضفته والدنيا تمام. ما اعرفش بقى ان الحوض ده هيبقى متعب جدا لو في حلة كبيرة، لو في صاجة، لو في الجريلا اللي هي الدبل. طبعا المطبخ زي النيلة، يضرب يقلب مطرح الخلطة اللي انا عملتها. فالمهم وانا هنا بقى فرحانة بنفسي ان انا نظفت المطبخ وروقته كده ترويقة على القد، والحمد لله. طبعا ناقص بقى بعد فيديو غسيل المواعين بتاع ست الحبايب يا حبيبة، ان انا افكر ان انا هعمل غدا النهاردة، ولا نسيب المطبخ بقى كده يا جماعة نضيف ببهجته برونقه. وبلاش غدا. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.